بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان ئێمە پاڵپشت و پشتگیری هەموو گروپە ناڕازیەکانین، چونکە هەمومان یەک ئامانجمان هەیە. ڕاگەیاندراوێکی گرنگ بۆ سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان پێشتر ڕامانگەیاندبوو کە سەردەمی دەوامکردنی بێموچەیی کۆتایی هاتووە، بەڵام وا دیارە دەسەڵاتی خێڵ و بنەماڵەی نەزان کە هەرگیز فێری حکومڕانی دروست نەبوون و نابن بێباکە و دەیانەوێت وەک موچە دزراوەکانی ساڵانی پێش و موچەی مانگی 12 بدزرێت و بیخاتە خزمەت دەسەڵاتدارە خێڵەکی و عەقڵ داخراوەکانیان کە تەنها نۆکەری بۆ بێگانە و پارەی دزرا و دەسەڵاتەکەیانی ڕاگرتووە. لە پێناو فێرکردنی وانەی ئەرک و ماف بەو چەتە نەزان و فوتێکراوانەی هەرێم بەردەوامی بایکۆتی دەوام ڕادەگەیەنین و دوا دەرفەت دەدەینە دەسەڵات بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی 12 و دەربڕینی ڕەزامەندی بۆ تەوتینکردنی موچەکانمان لەسەر هەردوو بانقی ڕەشید و ڕافیدەین. بە پێچەوانەوە کۆتایی بە ئەم ساڵی خوێندن دەهێنین، بە هیچ جۆرێک ئامادە نین دەوام بۆ دەسەڵاتێکی لە یاسا دەرچوو بکەین، هەروەکو چۆن حکوومەتی هەرێم لە یاسا و دەستوری هەروەکو چۆن حکوومەتی هەرێم لە یاسا و دەستوری عێراقی یاخی بووە و ڕێز لە بریاری دادگای فیدرالی ناگرێت، ئێمەش ڕێز بۆ هیچ یاسا و ڕێسا و ڕێنماییەکی ئەو دەسەڵاتە چەتەیە دانانین. پێمان وایە دەبێت ئەو تایپە لە حکومڕانی کۆتایی پێ بهێنرێت، نەک ڕێزی لێ بگیرێت. هەروەها بە یەک دەنگ دووپاتی دەکەینەوە هەژماری مناڵە ڕوو ڕەش و ڕەزا قورسەکانی ئەو بنەماڵە خێڵەکیەمان ناوێت و قبوڵی ناکەین موچەکانمان لە ژێردەست و فەرمانی زەرنەقوتەکانی دەسەڵاتی خێڵەکی و نەزاندا بێت. هۆشداریش دەدەینە هەر کەس و لایەنێکی حکومی و حیزبی کارڕەشە لە مامۆسایان بکات و فشاریان لێ بکات بۆ دەوامکردن. دەسەی داکۆکی لە مامۆسایان و فەرمانبەرانی ڕازی شەممە 25/2/2025. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان هام لهيئة الدفاع إلى كافة المعلمين في إقليم كردستان. هيئة الدفاع عن المعلمين أعلنها سابقا وقالها بصريح العبارة بأن زمن الالتزام بدون رواتب قد ولى إلى غير رجعة، لكن من الواضح أن السلطة القبلية والعائلية الجاهلة التي لم ولن تتعلم كيفية الحكم الرشيد لا تحس بالآخرين وتريد سرقة راتب شهر 12 للعام الماضي كباقي رواتب السنوات السابقة، وتريد صرفها في خدمة السلطات القبلية ذوي العقول المنغلقة والمنعزلة. لا يختلف اثنان على أن أسباب بقاء سلطتهم هي عمالتهم للأجنبي وسرقتهم للأموال. سنعلمهم درس الحقوق والواجبات. من أجل ذلك سنستمر بالاعتصام وعدم الالتزام بالدوام، ونعطيهم آخر مهلة لتوزيع راتب 12 وإعطاء الموافقات الرسمية بتوطين الرواتب على مصارف الرشيد والرافدين. وبخلاف ذلك سنعلن انتهاء العام الدراسي الحالي في أوائل شهر آذار، ولا نلتزم بالدوام لسلطة خارجة عن القانون كيفما تمردوا على الدستور والقوانين العراقية ولا يحترمون قرار المحكمة الاتحادية العليا. فسنعمل مثلهم ولا نحترم أي قوانين وقرارات وإرشادات لهذه السلطة الناهبة. ونحن نعتقد إن هكذا سلطة يجب إنهاؤها وليس احترامها. ونؤكد بصوت واحد: لا نقبل بمشروع حسابي، ولا نرضى بأن تكون رواتبنا وقوت عوائلنا تحت أيادي ثقيلي الدم
وكالحي الوجوه من أبناء العوائل الحاكمة والمالكة لمشروع حسابي. لا نقبل بأن تكون رواتبنا تحت أوامر وأيادي كتاكيد الآعلة القبلية الجاهلة، ونحذر أي طرف سواء حكوميا أو حزبيا أن يتوقفوا عن تهديد الكوادر التدريسية والضغط عليهم. هيئة الدفاع عن المعلمين والموظفين